في حله كده على النار، وهنزل بمعلقه كبيره من السمنه وعليها كوبايه من الشعريه. هقلبها كده لحد ما توصل معايا اللون الذهبي ده، وبعدين هنزل عليها بكوبايتين من الرز. طبعا انت عارف اننا مش زي بعض، بنختلف باختلاف المجتمعات والاجناس، بل ان حتى الاخوات مش زي بعض. ابحاث كتير اتعملت عن الموضوع ده، من ضمنها ابحاث بتتعلق عن الاختلافات الجوهريه ما بين الرجل والست. الابحاث دي اظهرت تفوق الذكور على الاناث في مجال الرياضيات والحساب، لدرجه ان ما بين كل 11 طالب ذكر حققوا الدرجه النهائيه في الرياضيات كانت بنت وحيده بس هي اللي حققتها. النتائج دي وقتها رجعت لحاجات زي الهرمونات والتركيب الداخلي المختلف للمخ في الذكر عن الانثى. ولحد هنا الامور كانت واضحه، لكن في 2008 العلماء قرروا يراجعوا نفسهم شويه وشافوا ان المقارنه كانت ظالمه وما كانش فيه اي مراعاه لمبدا تكافؤ الفرص. الابحاث القديمه دي اتعملت بدون النظر لفكره المساواه في حقوق زي التعليم والسياسه والشغل وخلافه، وعملوا ابحاث جديده بتراعي ده، وفعلا النتائج اتغيرت تماما. البلاد اللي ما كانش فيها اي مساواه زي تركيا مثلا اظهرت فعلا تفوق الذكور في الرياضيات، لكن كل ما البلد كانت بتدعم المساواه اكتر كل ما النتائج كانت بتقرب من بعض اكتر، لحد ما وصلنا لايسلندا اللي كانت درجات الاناث فيها اعلى حتى من الذكور. التجربة دي إن كانت بتدل على شيء فهي بتدل على قدرة الثقافة والبيئة على إحداث فرق حقيقي أكتر حتى من الهرمونات والجينات. الثقافة هي الكل المعقد اللي بيشمل المعرفة والمعتقدات والفن والأخلاق والقانون والعادات وكل القدرات اللي الإنسان بيكتسبها كعضو في المجتمع. بس تفتكر هل تشابه الثقافات الإنسانية هو المهم ولا اختلافها؟ في ناس بتقول إن الأهم هو التشابه، بمعنى إن حضارات مختلفة قدرت تخترع أمور متشابهة بدون تقليد، زي الزراعة والكتابة والفلك والفلوس، كلها ركائز أساسية في أي حضارة، وبدون الثقافات دي يمكن حتى الحضارة ما كانتش تقوم. لكن اللي بجد مهم والأشد تأثير هو الاختلاف مش التشابه. الاختلاف ممكن يأثر على عمر الفرد، على تعليمه، على دخله، وحتى على سبب موته. خليني أقولك إنك لو كنت تعيس الحظ واتولدت في هندوراس فأنت عندك فرصة لطيفة جدا إنك تتقتل أكبر ب 450 مرة من شخص اتولد في سنغافورة مثلا. ولو كنت ست فكونك تتولدي في وسط أفريقيا ده بيعرضك للعنف من شريكك بنسبة تتخطى 65%، على عكس دول شرق آسيا مثلا اللي النسبة بتوصل فيها ل 16% بس. في جنوب أفريقيا الست معرضة للاغتصاب أكتر ب100 مرة من الست في اليابان. الثقافة ممكن تنقسم لنوعين، ثقافة فردية وثقافة جماعية، وطبعا الثقافة الفردية هي أمريكا، وده لسببين. أولا الهجرة، أمريكا غالبا كل سكانها مهاجرين، واللي بيهاجر ده هو شخص متمرد ما بيحبش الاستقرار ودايما بيكون عاوز حرية وفلوس وبيهرب من الملل. شخص زي ده مش متوقع منه انه يكون محب للثقافة الجماعية والعمل الجماعي. السبب الثاني في فردية أمريكا هو التوسع ناحية الغرب المتوحش. زمان في أمريكا الناس كانت بتحب تسيب المدن الكبيرة وتتوسع ناحية الغرب اللي ما كانش مأهول بالسكان في الوقت ده. الغرب ما كانش فيه قانون أو حكومة، وعشان كده سموه الغرب المتوحش، وده ساعد إن الثقافة الفردية تنتشر بشكل أكبر. أما بقى مثال الثقافة الجماعية فهم دول شرق آسيا، واللي ساعد ان الثقافة دي تنتشر هو الرز. ايوه بجد، زراعة الرز بتحتاج شغل جماعي ضخم جدا، وقنوات للري وبنى مصاطب وغيره من الحاجات اللي بتستوجب ثقافة جماعية كبيرة. ده غير انهم لازم يتفقوا على توزيع عادل للمية، لدرجة انهم عملوا معابد مخصوصة اسمها معابد المية بتنظم ده. وعشان نعرف مدى تأثير ثقافة الزراعة دي خلينا أقولك إن شمال الصين ما كانش مناسب لزراعة الرز زي الجنوب نتيجة الموقع الجغرافي يعني، فاستبدلوه بزراعة القمح. وزراعة القمح يا صديقي بتتم بشكل فردي أكتر ومش محتاجة نفس التعاون، والنتيجة لده شمال الصين بعد آلاف السنين بقى بيفكر بنفس الطريقة الفردية بتاعت أمريكا. أنت متخيل؟ بس طريقة الزراعة المختلفة أثرت على ثقافة شعب كامل. طيب ده بالنسبة للشعوب اللي توفرت فيها ثقافة الزراعة، لكن في شعوب تانية ما كانتش الثقافة دي موجودة عندهم نتيجة طبيعتهم الجغرافية. الشعوب دي زي مثلا البدو في شبه الجزيرة العربية، الغجر في الهند، التركمان في تركيا، ودول كانوا عايشين على راعي حيوانات مختلفة زي الإبل والماعز والخراف والخيول. الرعاة دول كانوا بياكلوا من لحوم حيواناتهم ويشربوا من ألبانها، بل وساعات حتى من دمها، وكانوا بيبيعوا الصوف والجلود. واللي خلى حياتهم أصعب إن الحيوانات دي كانت بتتسرق بسهولة جدا، عكس مثلا حياة الزراعة، لأن اللي عنده زرع مستحيل يصحى يلاقيه اتسرق في يوم وليلة. كل ده خلق ما بين الشعوب دي ثقافة خاصة جدا.
عندك مثلا حب الحرب والعنف وكثرة المحاربين زي مثلا عنترة وغيره، ده غير التربية العنيفة القاسية عشان الولد يقدر يتحمل طبيعة البيئة اللي هو فيها. وكمان ظهرت ثقافة الشرف، وهي قواعد أدب وضيافة وترحاب خصوصا مع المسافر المرهق لأنهم أصلا كانوا عايشين حياة السفر والترحال. وظهرت كمان فكرة الطار والانتقام اللي الهدف منها ما كانش أبدا القتل المجرد، لكن ترسيخ لفكرة إنك مستعد تموت عشان شرفك. والثقافة دي ما كانتش بس ضد الغريب، لكن كمان ضد أفراد العيلة الواحدة لو عملوا حاجة تجيب العيلة قدام الناس، وده اللي بنسميه دلوقتي جرائم الشرف. من الاختلاف في الحساب والقدرات الرياضية لحد جرائم الشرف والقتل، رحلة مليانة بالتغييرات الثقافية، سواء كانت تغييرات جغرافية أو مناخية أو حتى جينية. ثقافات ممكن تخليك كريم ومضياف لكن عنيف وقاتل، ثقافات مسؤولة عن تفكيرك وتصرفاتك وحتى طبقتك الاجتماعية. وبس، لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك، تشترك في القناة، أشوفكم على خير في حلقة جديدة في الشارع.